السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة أخبار أونلاين. عاجل السعودية تصحيح أوضاع المخالفين بالمملكة، إليكم التفاصيل. متابعينا لأول مرة ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولا تنسوا دعمنا بلايك نستمر في نشر كل جديد إليكم. دعت وزارتي الداخلية والعمل جميع المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة إلى المسارعة لتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات، والتي من بينها إعفاءات من الرسوم. وأكد مصدر مسؤول في وزارة العمل إن الاستثناءات والتسهيلات التي أعلنت سيتم العمل بها منذ تاريخ صدورها، ودعا العمالة الوافدة إلى سرعة الاستفادة منها. ونفى المصدر وجود أي إحصاءات حول العمالة التي تريد تصحيح أوضاعها حاليا، مؤكدا أن الوزارة ستكشف جميع الإحصاءات. ويذكر أن إعلان التسهيلات والاستثناءات الإضافية التي تشملها المهلة التصحيحية، والذي يسمح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل تاريخ 28 جمادى الآخر 1444 هجرية بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص. وكان مصدر مسؤول في وزارة العمل عن رفع الوزارة مقترحا إلى الجهات العليا للعفو عن الوافدين الذين انتهت فترة زيارتهم، وتشمل التسهيلات أيضا إعفاء الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل والراغبين في تصحيح أوضاعهم من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفتهم باستثناء الرسوم، وذلك لمن وقعت مخالفاتهم. وفي حال المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع تسجيل بصمات من لم يسبق له تسجيل بصماته بهدف تحديث البيانات. ولم يمنع هذا الإجراء الوافد من العودة إلى المملكة مرة أخرى إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة. ولا تشمل المهلة التصحيحية المتسللين الذين دخلوا إلى السعودية بطريقة غير شرعية. كما يمكن للعمالة الوافدة الذين سجلت عليهم بلاغات هروب أو الذين انتهت صلاحية رخصتي إقامتهم وعملهم تصحيح أوضاعهم، إما بالعودة للعمل لدى صاحب العمل الحالي أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي. وتسمح أيضا للعمالة المنزلية الذين سجلت عليهم بلاغات هروب أو الذين انتهت صلاحية رخصة إقامتهم بتصحيح أوضاعهم، إما بالعودة للعمل لدى صاحب العمل الحالي إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر كعمالة منزلية، أو بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي. كما يسمح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها وفق ضوابط المهن المقصورة على السعوديين من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل. ويسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة المنزلية وغير المنزلية دون رسوم خلال فترة المهلة التصحيحية. ويشير بيان وزارة العمل إلى فتح الفرصة للاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة لجميع الجنسيات بلا استثناء خلال فترة المهلة التصحيحية، ويتم خلال هذه الفترة السماح للمنشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة، تسهيلا لعملية التصحيح والاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، ولا يشمل هذا السماح بطلبات استقدام. ووفقا للأحكام العامة التي نشرها البيان، فإن تشغيل ونقل وإيواء الوافد المخالف مخالفة تعرض مرتكبها لعقوبة السجن لفترة تصل إلى 2 سنين، وعقوبات مالية تصل إلى 100,000 ريال عن كل مخالفة، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين. كما أن تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرضه لعقوبتي السجن والغرامة. وبهدف التحقق من عدم وجود مطالبات حقوقية، يتعهد صاحب العمل الجديد الذي انتقلت إليه خدمات عامل دون موافقة صاحب عمله السابق خلال فترة المهلة التصحيحية بعدم منح العامل تأشيرة خروج نهائي أو خروج عودة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ نقل الخدمة. وفي حالة سماح صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة خلال هذه الفترة، يتحمل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل.